بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. إيه رأيكم بقى في الجمال ده؟ كل اللي انتوا شايفينه ده من 4 بطاطسات وكوباية واحدة بس من العصاج كانت عندي في الفريزر. عملت الفكرة التحفة دي. تعالوا نشوف هنعمل ايه مع بعض. صينية في منتهى الجمال. عندي هنا أول حاجة أغلي مية وأكون غسلة البطاطس كويس جدا بقشرها، ده أول شرط من شروط نجاح الوصفة. 4 بطاطسات هغسلهم كده بقشرهم وأسقطهم في المية المغلية عشان يتسلقوا سوا كامل، وأحط شوية ملح عليهم ويستووا سوا مظبوط للآخر. وعندي هنا كوباية من العصاج. تمام كده. طلعت بقى ايه فكرة كده وقلت نعمل مع بعض صينية تحفة، نحطها جنب اي اكل او ناكلها هي لوحدها او جنب مكرونة. خدت العصاج قلت بقى ايه ادلعه شوية، رحت حاطه عليه طماطمايه مبشوره، انا عايزاه كده جوسي وطري وجميل. وقطعت فلفلايه خضراء، هو طبعا متعصج وجاهز، انا بشيله في الفريزر جاهز. خلاص كده. ببتدي اقلب لحد اما المكونات دي تمتزج مع بعضها. عايزاه زي ما قلنا كده جوسي وطري وحلو، وياخد لون حلو كده، وشوية بقى قرفة بودر، وظبطنا الدنيا عشان الصينية تطلع جميلة وتحفة وقمر زيكم كده. خلاص كده خلصت العصاج وحطيته على جنب. لحد كده الخطوات بتاعتنا مظبوطة، والبطاطس مستوية اهي زي الفل، سوا كامل وفي نفس الوقت متماسكة، ما تبقاش مهرية. قشرتها اهي في منتهى السهولة، القشرة بتطلع عادي جدا وزي الفل. هكمل الكمية وارجع لكم تاني. خلاص كده. انا طبعا هنا يعني في الاول كسرتها كده بالسكينة علشان تبقى سهل ان انا هرسها. حطينا شوية ملح وفلفل عليها، و3 معالق من النشا، 3 معالق كبار من النشا، وشوية ملح وشوية فلفل، ونص فنجان من اللبن. وابتدي بقى اهرس الكلام ده كله مع بعضه لحد ما يمتزج ويبقى يديني عجينة قوامها كريمي كده وناعمة وجميلة. اهرس كويس لحد اما البطاطس دي تبقى ايه يعني ناعمة وكويسة جدا في ايدي، تبقى ممتازة كده زي ما احنا شايفين. خلاص كده البطاطس اتهرست. هبتدي بقى اشوف هعمل ايه الخطوة اللي جاية. هنجيب عندنا هنا صينية ألمونيا وندهنها كويس زيت. صينية ألمونيا عادية جدا، وندهنها زيت من كل الجوانب. بعد كده بنزل بالبطاطس اللي انا هرستها في الصينية دي كده. تمام. بنزل بالبطاطس في منتهى السهولة، مفيش اسهل من كده. اكلة هتعمليها وانتي واقفة مفيش ربع ساعة، وهتديكي نتيجة تحفة. والله العظيم نتيجة جميلة جدا، تشرفك في اي عزومة، جنب مكرونة، جنب اي نواشف تعمليها، حاجة كده يعني في منتهى الجمال. خلاص كده نزلت بالبطاطس. ببتدي بقى اسويها بايدي، تبقى كلها كده نفس السمك، واخليها كلها سوا واحد. خلاص كده تمام من كل الجوانب. انا هنا فضلت ان انا يعني اشقق البطاطس او اقسمها كده عشان الحشوة اللي هنحطها بس تمتزج بالبطاطس او تدخل فيها تبقى طعمها حلو يعني، تاخد منها. لكن كل الخطوط دي بتضيع في السوا، بنقطعها تاني من اول وجديد لما تخرج من الفرن. انا حبيت بس العصاج والحاجة اللي هنحطها تبقى ايه البطاطس واخدة منها. خلاص كده لحد كده مظبوط. حطينا بقى العصاج على وش صينية البطاطس دي ووزعناه كويس. حاجة موفرة بقى وجميلة وما فيهاش اي مجهود ولا اي تعب. سوبر توفير بجد والله يا جماعة. وعندنا شوية بقى جبنة موتزاريلا، اي نوع جبنة عندك تحطيه على الوش اهو. انا حطيت عندي كان شوية موتزاريلا موجودين عندي، رحت حطاهم على وش الصينية. مفيش يا جماعة أي حاجة، سهولة وتكلفة قليلة وحاجة موفرة وجميلة، وفي نفس الوقت تشرفك في أي حاجة تعمليها. خلاص كده أدخلها على فرن سخن على درجة حرارة 200
لمدة ربع ساعة. شايفين الجمال؟ شايفين شكلها عامل ازاي؟ استنى طبعا لما تبرد شوية وابتدي اقطعها. ايه رأيكم بقى في الجمال ده؟ الحتة منها بصراحة يعني تتاكل اكل بصراحة، حاجة طعمها روعة وشكلها جميل في منتهى الجمال. صنف الولاد هيعجبوه جدا، هيعجبهم جدا وهتعتمدوها والله. شايفين كل القطع اللي فيها متماسكة وجميلة زي ما احنا شايفين كده. الكمية دي كلها من 4 بطاطسات وكوباية واحدة بس من العصاج. ايه رأيكم بقى في الجمال ده؟ سوبر توفير النهاردة يا جماعة. استاهل لايكات كتير بقى وشير وسبسكرايب للقناة. اعملوا الصنف ده، هتندموا لو ما عملتوهوش والله وهتعتمديه. لايك وشير لبيت ماما بطة.